اهلا بيكم ابطال تالتة اعدادي، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنحل مع بعض اسئلة محافظة البحيرة. السؤال الاول: امامك خريطة لدولة المانيا، اكتب مدلول الارقام الموضحة عليها في كراسة اجابتك. 1. نهر. طبعا النهر اللي هنا يا شباب عند المؤشر ده رقم 1، نهر اسمه نهر الألب. 2. مدينة. طبعا 2 هنا مدينة في الشمال هي مدينة هامبورغ. 3. مسطح مائي فوق خالص اهو يا شباب في الحتة دي، ده مسطح مائي اسمه البحر البلطي. 4. دولة. طبعا هنا دي خريطة ألمانيا، الدولة اللي هنا دي طبعا دولة التشيك. السؤال اللي بعده: باء. الإنسان اتجه بالفطرة نحو إشباع حاجاته الضرورية من مأكل ومشرب ومأوى لاستمرار حياته. في ضوء العبارة السابقة وضح الظروف الطبيعية التي تحتاجها زراعة محصول الشاي. طبعا يحتاج إلى تربة خصبة خفيفة ومناخ حار وهواء رطب ومطر غزير، والموطن الأصلي ليه هو شرق الصين أو شرق آسيا تحديدا، وبالتالي عندنا شرق الصين في المقام الأول، وأولى الدول هي دولة الصين. 2. ثاني مصادر الإنتاج السمكي مساهمة بالإنتاج العالمي. طبعا تاني المصادر هي المزارع السمكية. 3. عدم استفادة موريتانيا من خام الحديد الذي تنتجه في أراضيها الاستفادة القصوى. طبعا يرجع ذلك أن موريتانيا من الدول النامية التي لا تمتلك مقومات صناعة الحديد فتقوم بتصديره للدول المتقدمة مثل بريطانيا واليابان. 4. ما النتائج المترتبة على الوحدة الاقتصادية الأوروبية؟ طبعا ترتب عليها حدوث التكامل في الجوانب الاقتصادية الصناعية والتجارية، خاصة بإقليم غرب ووسط أوروبا الصناعي، وحمايتها جمركيا وتدعيمها من جانب هيئة الاتحاد الأوروبي. ج. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. تعتمد قارة أمريكا الشمالية في تربية الماشية على محصول الذرة، القمح، اليام، الكسافة. طبعا بتعتمد على محصول الذرة. 2. يتركز إنتاج النحاس في قارة آسيا في دولة الهند، أندونيسيا، شيلي، الصين. طبعا إنتاج النحاس يتركز في دولة الصين. 3. السهول التي تمتد على ساحل خليج البنغال شرق الهند تسمى سهول كورومندل ولا ميلبار ولا الهندوستان ولا الجانج؟ طبعا تسمى بسهول كورومندل. 4. يقل عدد السكان بنيجيريا في هضبة جوس، دلتا نهر النيجر، الإقليم الغربي، السهول الشمالية. طبعا يقل عدد السكان في دلتا نهر النيجر. السؤال اللي بعده: اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. الزراعة الكثيفة يصعب فيها استخدام الآلات والميكنة الزراعية لكبر مساحة الحقول الزراعية. طبعا الإجابة خطأ. 2. يوجد الرعي التجاري في مناطق حشائش الاستبس والسافانا بقارات العالم. الإجابة صواب. 3. كان البترول يشكل عماد الثورة الصناعية في أوروبا في أواخر القرن ال18. طبعا عندنا خطأ، اللي بيشكل عماد الثورة الصناعية هو الفحم. 4. إقليم روسيا وأوكرانيا الصناعي يمتد في روسيا وأوكرانيا في شكل مناطق متقاربة. طبعا الإجابة خطأ، يمتد في شكل مناطق متباعدة، بما تفسر تشابه نمط الزراعة السائدة في كل من أوروبا وجنوب شرق آسيا. طبعا يرجع ذلك أن دول كل من جنوب شرق آسيا وأوروبا من الدول التي يمارس بها الزراعة التجارية والعلمية الواسعة، التي تتم في مزارع واسعة وبأحدث الآلات الزراعية وبطرق علمية حديثة بهدف الإنتاج التجاري الضخم. 2. توجد علاقة بين مستوى المعيشة واستهلاك اللحوم الحمراء. طبعا يعد ارتفاع مستوى المعيشة في كثير من دول العالم سببا في زيادة معدل الاستهلاك العالمي من اللحوم الحمراء. 3. الدول المتقدمة هي التي تطورت بها الصناعة تطورا مذهلا. طبعا يرجع ذلك بسبب الأخذ بالأساليب العلمية وتطبيق الأبحاث والتجارب العلمية في الاختراع وتطوير وتحديث المنتجات الصناعية بشكل مستمر
وتوافر مقومات الصناعة الطبيعية والبشرية بها. 4. يصدر البوكسيت من الدول النامية إلى الدول المتقدمة. طبعا يرجع ذلك لعدم توافر ظروف صناعة الألمنيوم من كهرباء وخبرة فنية وعلمية وسوق داخلية وخارجية لتصريف المنتجات. قارن بين كل من دولة الهند ودولة نيجيريا من حيث الهضبة التي تقع في كل منهما وموسم سقوط الأمطار في جنوب كل منهما. طبعا الشباب، أول حاجة الهند الهضبة هضبة الدكن، موسم سقوط المطر في الجنوب أمطار موسمية صيفية غزيرة. أما دولة نيجيريا الهضبة اللي فيها هضبة جوس وموسم سقوط المطر في الجنوب أمطار طوال العام. السؤال اللي بعده ثانيا التاريخ. صوب ما تحته خط في كل عبارة من العبارات الآتية: تفشي ظاهرة الفقر والجهل والمرض قبل ثورة 23 يوليو عام 1952 جاء نتيجة طبيعية لظاهرة الصراع على الحكم. طبعا جاء نتيجة طبيعية لظاهرة الإقطاع. 2. المهمة الإعلامية في الساعات الأولى لقيام ثورة 23 يوليو 52 قام بتنفيذها جمال عبد الناصر. طبعا الإجابة السادات لما أذاع البيان الأول لثورة 23 يوليو 1952، واللي بعده أصبح محمد نجيب مسيطرا على كافة قطاعات الشعب الجيش المصري. 3. الدولة التي أعلنت مصر وقوفها معها في عام 1967 تطبيقا لاتفاقية الدفاع المشترك هي السودان. طبعا هي دولة سوريا. 4. القائد العسكري الذي رأس الهيئة التي كان لها دور في تحديد موعد بدء حرب 3 من أكتوبر هو عبد المنعم رياض. طبعا لا، موعد بدء الحرب كان الجمسي. 5. صيانة وحماية واستقلال الدول الأعضاء وسيادتها كان من أهداف إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي. طبعا لا، من أهداف منظمة جامعة الدول العربية. السؤال اللي بعده: أيد بالأدلة التاريخية صحة ما يلي. نجحت ثورة 23 يوليو 52 في تحقيق الاستقلال التام لمصر. الإجابة عندنا حيث نجحت الثورة في توقيع اتفاقية الجلاء في أكتوبر 56 عن مصر التي تقرر فيها جلاء القوات البريطانية عن مصر خلال 20 شهر، وبالفعل رحلت القوات البريطانية 18 يونيو 1956 بعد احتلال دام 74 عام. 2. موقف المجتمع الدولي أدى إلى فشل العدوان الثلاثي على مصر 1956. طبعا عندنا حيث يعد من أسباب فشل العدوان الثلاثي تهديد الاتحاد السوفيتي بتدخل لوقف العدوان، ورفض الولايات المتحدة الأمريكية استخدام القوة في حل المنازعات، وتنديد الأمم المتحدة بالعدوان. 3. نجح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقف القتال في حرب أكتوبر عام 1973. طبعا حيث أصدر مجلس الأمن قرار رقم 338 والذي يقضي بوقف جميع الأعمال الحربية بدءا من يوم 22 أكتوبر 1973. ما العلاقة بين زيارة الرئيس السادات لإسرائيل 1977 والتوصل إلى إطار اتفاق للسلام بين مصر وإسرائيل؟ طبعا العلاقة ما بينهم حيث نتج عن زيارة الرئيس السادات لإسرائيل تمهيد الطريق أمام إسرائيل للقبول بمبدأ التفاوض مع الأطراف المهتمة والمعنية بالقضية، فدعا الرئيس الأمريكي كارتر لمؤتمر كامب ديفيد والذي تم فيه التوصل إلى إطار اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل. 2. ما العلاقة بين تطبيق سياسة الخصخصة وقيام ثورة 25 يناير عام 2011؟ طبعا العلاقة ما بينهم أدى التطبيق غير السليم لسياسة الخصخصة إلى ارتفاع الأسعار بالإضافة إلى تجمع آلاف العاملين بعد خروجهم من نظام التقاعد المبكر وانضمامهم لصفوف البطالة من الشباب في وقفات احتجاجية، مما أثر بالسلب على الأوضاع الاقتصادية في مصر، وكان ذلك أحد أسباب قيام ثورة 25 يناير عام 2011. السؤال اللي بعده السؤال الرابع: أكمل ما يأتي. الذي لعب دورا كبيرا وأعطى وعدا في عام 1917 بإنشاء وطن قومي لليهود هو وزير الخارجية البريطاني طبعا بلفور. 2. مدينة بورفؤاد ارتبط اسمها فيما بعد حرب 67 بمعركة طبعا معركة رأس العش. 3. الدعوة لحل الصراع العربي الإسرائيلي على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام
طرحت عام 1991 في مؤتمر، طبعا عندنا مؤتمر مدريد للسلام. 4. لمواجهة أعمال السرقة والحرق والترويع أثناء ثورة 25 يناير عام 2011. شكل المجتمع المصري بكل فئاته ما عرف به طبعا اللجان الشعبية. ما النتائج المترتبة على قرار تقسيم فلسطين 47 بالنسبة لليهود؟ طبعا ترتب على ذلك موافقة اليهود على التقسيم، وقيام العصابات اليهودية المسلحة بطرد العرب من ديارهم، وارتكاب أبشع المذابح مثل مذبحة دير ياسين. السؤال اللي بعده: ما النتائج المترتبة على الضربة الجوية الناجحة التي قام بها سلاح الطيران المصري في حرب أكتوبر 73؟ طبعا ترتب على ذلك تحطيم أعداد كبيرة من الطائرات والمعدات العسكرية الإسرائيلية، وعبور الدبابات والمدرعات والآليات العسكرية المصرية بمختلف أنواعها إلى الضفة الشرقية لقناة السويس. السؤال اللي بعده: جيم، أمامك صورة لشعار أحد المنظمات التابعة للأمم المتحدة والتي هدفها القضاء على الجوع. وضح اسم المنظمة وأين يوجد مقرها الحالي. طبعا يا شباب أصلا من خلال المؤشر المنظمة اسمها فاو، FAO، فاو، فبالتالي عندنا منظمة اسمها الفاو مقرها الحالي روما في إيطاليا. د. إنشاء المجلس القومي للمرأة جاء تدعيما من الدولة لمكانة المرأة المصرية ومشاركتها في كافة مجالات الحياة. في ضوء ذلك وضح المزايا الاجتماعية والسياسية التي أعطتها ثورة 23 يوليو 52 للمرأة. طبعا عندنا المكاسب السياسية: منح حق الترشح وحق الانتخاب لمجلس الأمة وتقلد المناصب الوزارية. أما المكاسب الاجتماعية: شاركت في النقابات العمالية والمهنية ومنظمات غير الحكومية. 2. كيف وصلت القضايا النسائية إلى الصحافة مع بداية القرن العشرين الميلادي؟ طبعا عن طريق إنشاء مجلة الريحانة عام 1907 على يد جميلة حافظ، والتي دافعت من خلالها عن حقوق المرأة. ما المقصود بمنظمات المجتمع المدني؟ طبعا يقصد بها هي منظمات تضم جمعيات المجتمعات المحلية ومنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية والجمعيات الخيرية وغيرها. وبكده انتهينا من أسئلة امتحان محافظة البحيرة. شكرا لكم، وكان معكم مستر إبراهيم كامل من قناة على السريع.